سفير كعبان سيدو سيدو سفير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة سفير جمهورية الصومال الشقيقة. سعادة سفير أود أقول لك بالنسبة للحصار كما قال الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم عليه لصاحب الغار لا تحزن إن الله معنا. الحمد لله نحن بخير بوجودكم ووجود هذه الأمة الصومالية. سعد سفير وحكم الله حرمت ود ميسيو سفير وكهذا وأهيد من قبتين كقدر مساري عسود اللي شدي أبو بكر رضي الله عنه ينو محمد عليه الصلاة والسلام وجود سكول جلو وأبو بكر وكيل وأنا عبسان يا النبي ويرها عبسان إلهي سبحانه وتعالى وأنا لجراي حين أنا مع عبسان وأنت إيدك اللي جوتها. بداية أود أن أشكر الأخوة في الجالية الصومالية على هذه الدعوة الكريمة، وهذا ليس بغريب على هذه الجالية وعلى الأمة الصومالية كلها. شاكر لكم هذه الدعوة، صراحة أفرحتني كثيرا. وجودي بهذا البلد صار لي سنة ونص وأول مرة أكون موجود مع الجالية الصومالية، وهذا بالنسبة لي شرف كبير أن أكون معكم اليوم. waxaan sharaf waxaan mahad u celinayaa jaaliyada Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay sanad iyo bar baan joogay wadankan sharaf iyo weyn bay tahay aad baan ugu faraxsanahay marti sharaf caawad ii sameeysan mahad weyn baan idinka celinayaa. كما نهنئكم بحلول السنة الهجرية الجديدة، وهذا يوم جميل أن نكون مع بعض بهذه السنة وطيبة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. waxaan idinku tahyeedinayaa bilowga sanadka hijriga cusub oo bilowday caawa ah anagoo haddana caawa cashar wala fadhino. سعادة السفير لم يترك لي أي مجال أن أتحدث، وصراحة أخذ الحديث كله سواء اقتصادي أو سياسي أو تنمية، فكل شيء يعني أنا أثني على كلامه وأنا جاهز للتعاون معكم في أي مجال. سعادة السفير محمد ترسل هذا يجمع تجين من يجمع بناين هذا كلام أسرع مري أنا كده هذا جسم من الرجال يقول الله ويلا ديار من مؤهل وحب بهالتي. الشيء اللي أعجبني كثيرا من حديث الجميع اللي تحدثوا قبلي، لأن لم أحد منهم، فإحنا نبي نقول اعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا. اعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا. جميع المتحدثين لم يقول أنا أوغادين، ولم يقول أنا دارود، ولم يقول أنا هوية، ولم يقول أنا بردلة، ولم يقول أنا كردستي، ولم يقول أنا عيسى غالب الصومالي. وهذه الروح الصومال أهم من أي شيء آخر. أنا أتمنى أن تبنى الصومال بأيديكم وبكم أنتم. waxaan mulaxadaynayaa isbiirka fiirinaya dadkii hadlayaan qof kasta wuxuu ka hadlayay midnimada iyo wadajirka iyo wada qabsiga hal qof oo qabiil sheegay ma laha cid aniga ogaadin baan u hadlayaa ama daawad baan u hadlayaa ama hawiyaan u hadlayaa ma laha aad baan u jeclahay waxaan idin leeyahay wa'tasimuu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu. لذلك أنا يعني أدعو الأخوة أو الجالية الصومالية، لأن أنا أعرف الجالية الصومالية وعاشرتهم كثيرا. هم من أفضل رجال الأعمال فكرة، تخطيطا، سياسة في الأعمال. ما في حد يتعالى على الجالية الصومالية. الجالية الصومالية جدا يعني منتجة وقادرة على التغيير، خلق التغيير، هي قادرة على خلق التغيير. Soomaalida aad baan u aqaanaa weliba majaalka tijaarada iyo horumarka iyo shaqo qabadka cid gaari karta ma laha. in badan baan Soomaali dhex galay, Soomaali waan arkay tijaara iyo wax ganacsiga mid ugu gaari kara ma aha qowmiyadda Soomaali. ينقصكم شيء واحد، المظلة التي تعملون تحتها. hal arrin baa idinka maqan amri madalakum kuwa hoos shaqaysan aad samaystaan. تعملون تحتها لأن مشتت في العمل، لا أحد يستطيع أن يذهب هنا أو هنا أو هنا، فالعمل يكون مشتت. ولكن لما تكون هناك مظلة واحدة فجميع التجار راح يأتون يتحدثون، هناك زيارات، فيكون هناك في شيء على أرض الواقع. isku tagga iyo inaad amri la wada samaysataan waxay fududayn in wax la wada qabsado tayada ay kordho dadkii wax meel wada gaaro. laakiin markii hal qof
u socda wax weyn oo la gaari kara ma laha marka waxaan idinku yeerayaa oo idinku boorinayaa in aad hal noqotaan oo samaysataan isku tag iyo maxaan dhahay kaashi aad samaysataan. جميع الأخوة رجال الأعمال أنا تكلمت معهم والتقيت معهم بخصوص المحجر الصحي وبناء المحجر الصحي وخصوصا الأخوة في باريسيا في مانديرا في وجير هناك عندهم كمية هائلة من اللحوم من الحياة الماشية ولكن للأسف تخطيط في طريقة تصدير هذه الماشية. الماشية تحتاج إلى أماكن أو محجر صحي من خلاله ممكن للتجار أن يأتون إلى المحجر ومن المحجر يعمل ديل ويمشي ما يقعد يلف ويدور ويتأخر ويدور لا على طول في منطقة معينة يأتي ويعمل ديل ويمشي. in badan waan kulannay ragga ganacsatada Soomaalida in badanna waan kala hadalnay khaas ahaan arrintii safiirka u sheegay Sir Maxamed oo ahayd in la sameeyo maxjar meel xoolaha lagu kaydiyo xoolaha laga qaado intuu qofka ganacsatada carabta intuu imaado uu raadin lahaa xoolihii uu soo wareegi lahaa haddii imaan lahaa meel habaysan oo nidaamsan oo hal mar uu istaago xoolihii uu ka helo oo iska laysan uu ka gadan lahaa uu laga socon lahaa. وأنا جبت كثير من رجال الأعمال جاوا هنا لكن للأسف يقول ما وجدنا حد نتفاهم معه. كل ما رحنا إلى شخص نقلنا إلى شخص آخر، كل ما رحنا إلى شخص انتقلنا إلى شخص آخر، فضاعت المشكلة. ما يدري وين يروح. لكن لما يكون هناك في شيء معين موجود الجميع يعرف وين يذهب. dad badan oo ganacsata oo qadar ka imaaday wadanka imaaday way jiraan laakiin weli waxaa un kala daadshanashaa jirtaa ganacsatada halkan waxayna in badan markay raggii aan keeno rag ilo kulmaan maalinta labaad waxay u soconayaa shabaha ولي رقي ما نحلم. ونتمنى يكون هناك تشكيل وفد من قبل الأخوة في رجال الأعمال أو الجالية الصومالية للذهاب للبحث عن الفرص، وإحنا نوعدهم بعمل لهم مواعيد مع إخوانهم في قطر في الجلوس وبحث مثل هذه الفرص الموجودة والمتنوعة. ومثل ما قال سعادة السفير نرجو عدم التركيز فقط على العقار، يعني يجب الخروج من العقار لأن الدولة هذه فيها خيرات كثيرة، فالذهاب إلى أماكن أخرى راح يكون مربح أكثر لتنويع الاقتصاد. waxaan diyaar la ahay haddii aad idinku isku soo hagtaan haddii keentaan wafdi ganacsata inaan qadar idin geeyo oo idin sameeyo appointments ragga ganacsatada qadar aan idinkula kulmiyo ood ka soo fadhiidaan fursooyinka qadar jiro diyaar baan la ahay. فيما يتعلق بالأمن والاستقرار فاحنا كلنا مطالبين بالأمن والاستقرار، وهذه البلد استقرار كينيا من استقرار قطر من استقرار الصومال من استقرار المنطقة كلها، فلذلك إن شاء الله نحن ونعمل من أجل المستقبل من أجل أبنائنا وليس من أجلنا، لأن خلاص أخذنا حقنا في هذه الدنيا، نعمل لأجل أبنائنا. ماذا عملنا لأجل أبنائنا؟ في الأخير لن أحد يسأل كم سنة جلست سعادة السفير أو كم سنة رحت، سيسأل ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ إيش اللي إنجازاتك في هذه الدولة؟ أو هذا السؤال اللي يجعل السفير دائما يعني في إحراج دائما، يريد أن يعمل يريد أن يقدم يريد أن يتواصل مع المجتمع مع خصوصا في المجال الاقتصادي والصناعي، وهذا هو النهضة حاليا. أنا أشوف كينيا حاليا نهضتها العلمية ما شاء الله عندك 80% من الكينيين متعلمين، ولكن الاقتصاد شوي بطيء، فالعلم دائما لازم يواكب الاقتصاد حتى تنهض. arrinta ku saabsan nabadgelyada iyo sugnaashada iyo degnaashada wadamada siduu safiirkii sheegay baan idinku adkeynayaa inaad nabadgelyada ilaalisaan. waxaa yeelay degnaashada Kenya ama degnaashada Soomaaliya ama degnaashada xataa Qatar iyo dowladda Carabta way isku xiran tahay. marka waddan kharaabo kii kale uu kharaabaya, marka waa arrin aan laga rabo anaga ka shaqeyno oo walaalaha anaga aan kula shaqeyno carruurta anaga mustaqbalkooda aan dhisno anagoo nabadaas iyo nabadgelyada ka shaqeyno. lama weydiinaya maanta meeqa sanaad Kenya joogtay ama meeqa sanaad Soomaaliya joogtay, laakiin waxaana la weydiin maxaad qabateen. marka waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada iyo horumarinta ummadda. في الأخير أكرر شكري وتقديري للأخوة الجالية الصومالية، جالية أنتم إخواننا وأهلنا وإحنا وأنتم واحد،
مصيرنا واحد، مصيرنا واحد، لا أحد واللي قال احنا مصيرنا واحد، مصيرنا مشترك. يجب أن نعمل مع بعض، ويجب أن ننهض بدولنا باقتصادياتنا مع بعض. فأتمنى لكم التوفيق والنجاح. وسفارة دولة قطر هي بيت لكل الأخوة الصوماليين. لا أحد يقول لي أبي موعد، ما عندنا مواعيد، يأتي ويدخل في بيته ومحله. وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. aad baan idinku mahadcelinayaa walaalaha nahay dad halbaa wala nahay ma kala nihiin ma kala tegsanin waxaan kaloo idin soo dhaweyn fursad kadaad aragtaan safaaraddaas dowladda qatar waxaad ku ogaataan inay tahay safaaradiina uma baahnidin appointment mawcid uma baahnidin balan uma baahnidin waktiga doontii soo gala waktiga doontiina ka baxa way idin soo shukran waad mahadsantihiin